لو معاك أقل من 10,000 جنيه وبتدور على موبايل يكون جامد يشغل لك كل حاجة ويعيش معاك سنين وما يخذلكش في أي لحظة، أهلا بيك في الفيديو اللي هيغير تفكيرك تماما، لأن الفيديو ده معمول مخصوص ليك. بص، في 2025 سوق الموبايلات بقى زحمة بشكل مرعب. في شركات بتنزل موبايلات كل شهر وأرقام كتير وموديلات أكتر، وكل شركة بتقول لك أنا الأفضل، بس في الحقيقة كل ده كلام على ورق. في موبايلات شكلها حلو لكن أداها على الأرض تعبان، وعلشان كده أنا جمعت لك أفضل 5 موبايلات تحت سقف 10,000 جنيه، وفي موبايل سادس ب11,000 جنيه لو حبيت تزود الميزانية. يعني من الآخر ترشيحات هتوفر لك فلوسك وهتخليك تطلع من الفيديو ده بموبايل يستاهل كل جنيه دفعته فيه. فلو انت ناوي تشتري قريب او حتى بتتابع الجديد، اتأكد انك عامل لايك للفيديو ومشترك في القناة، وخليك معايا للآخر علشان الموبايل المناسب ليك ممكن يكون آخر واحد في القايمة. بص، انا في الفيديو ده جبت لك من كل فئة تحت 10,000 جنيه موبايل، واول فئة معانا هي فئة تحت 5,000 جنيه، انفينكس سمارت 9. ده اقل حاجة لو انت عايز موبايل تعتمد عليه، موبايل تقدر تستخدمه كموبايل رئيسي. وكلامي واضح، يعني مش هتستعمله جنب موبايلك الاساسي ولا هتجيبه لحد كبير في السن، لا يا باشا، الموبايل ده تقدر تشتريه وتعتمد عليه عادي في كل حاجة، من تصوير الصور لحد الاداء، وكل الكلام ده يمشي معاك تمام. الموبايل شكله حلو وشيك، والبصمة اللي في الظهر شغالة تمام. طبعا مفيش مقاومة لا مياه ولا تراب ولا اي حاجة من دي، احنا حاليا بنتكلم في اقل فئة، بس صدقني كتصميم هو افضل بكتير من منافسينه. كمان الشاشة اتش دي بلس بحجم 6.7 بوصة مع الفريش ريت 120 هرتز. والله 120 هرتز في موبايل بالسعر ده؟ لا، وكمان خاصية الاولوزون ديسبلاي، ده لو رحت لشاومي او اوبو في نفس الفئة هيدوك شاشة 60 هرتز ونوتش عجيب. المعالج هنا هو الهيولو جي 51 مع 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية، يعني انت حرفيا بتاخد اداء يومي محترم جدا، واتساب، فيسبوك، يوتيوب، حتى ببجي على اقل اعدادات يمشي حالها. هو مش هيديك اقوى اداء في العالم، بس مستقر ومش هيهنج منك كل شوية. كمان الكاميرا الخلفية الاساسية صورها مقبولة جدا في الاضاءة الكويسة، والكاميرا الامامية برضو شغالة يمشي حالها. هي مش افضل حاجة بس كافية لمكالمات فيديو وسيلفي عادي. نقطة القوة هنا هي البطارية 5000 ملي أمبير، يعني يوم كامل لو شغل تقيل أو يومين لو استخدامك خفيف. كمان بيجي في العلبة شاحن 18 واط، بس الموبايل نفسه بيدعم شحن 10 واط بس، يعني الشحن هيطول معاك شوية، بس في المقابل هتاخد بطارية تعيش معاك اليوم كله. برضه الصوت هنا كويس جدا ومش مكتوم. من الآخر لو انت حالتك المادية على قدها وعايز موبايل أساسي تعتمد عليه من غير ما تشيل هم الأداء أو البطارية أو الشاشة، انفينكس سمارت 9 هو أفضل اختيار في الفئة دي حاليا. وسعر التليفون هو 4500 جنيه تقريبا، بس لو تقدر تزود حوالي 2000 جنيه يبقى هات انفينكس هوت 50، وده موبايل من انفينكس يستاهل تركز عليه كويس، لانك هنا بتاخد اداء محترم جدا، اداء قوي فعلا. لو انت من الناس اللي بتحب تلعب العاب ب 60 فريم فده يعتبر ارخص موبايل في السوق ممكن يحقق لك ده، بس هتحتاج تدور عليه شوية علشان عليه طلب كبير. الموبايل ده نازل بمعالج هيليو جي 100، وأداؤه نفس الأداء اللي بنشوفه في تليفونات تانية ب 14 و 15 ألف جنيه. كمان الشاشة هنا فول اتش دي مع 120 هرتز، وده بيديك تجربة سلسة جدا، وكمان سطوحها عالي 800 شمعة فمش هتواجه مشاكل تحت الشمس. الكاميرا الخلفية والرئيسية كويسين جدا، وتصوير الفيديو فيهم بيطلع نتائج محترمة، والبطارية 5000 ملي أمبير هتكمل معاك اليوم مرتاح. العيب الوحيد ان السماعات مونو والشحن 18 واط، بس برضه هو بيشحن بنفس السرعة دي زي باقي الموبايلات اللي في نفس الفئة. فبصراحة لو عايز موبايل متكامل بأداء قوي وشاشة ممتازة وكاميرات كويسة، فالهوت 50 اختيار ممتاز، مناسب جدا لو انت بتدور على موبايل يقدم لك كل حاجة تقريبا، أداء وشاشة وكاميرات. بس لو انت من الناس اللي عايزة موبايل بشاشة أموليد وبتحب الألوان القوية والتجربة البصرية الحلوة ومش فارق معاك تشتري الشاحن على حسابك أو إن الحاجة تيجي ناقصة في العلبة، فهنا نبدأ نتكلم عن سامسونج. سامسونج عاملين توليفة قوية جدا في الفئة دي، وأقرب مثال هو الجالاكسي اي 16. انا شايف بصراحة انك قريب مش هتلاقي زي التوليفة دي في السعر ده. معالج هيليو جي 99 مع شاشة سوبر اموليد ممتازة بتردد 90 هرتز، العيب الوحيد في الشاشة انها بنوتش، فلو انت بتحب الشكل الحديث بتاع الكاميرا البانش هول هتلاقي انفينكس مناسبة ليك اكتر. لكن لو الشكل مش فارق معاك وعايز شاشة اموليد بالوان قوية وسطوع عالي، سامسونج هنا ممتازة لان السطوع فيها 800 شمعة حقيقية واقوى من انفينكس. بالنسبة للكاميرات الموضوع محسوم، سامسونج بتتفوق هنا، الصور بتطلع افضل وفيها معالجة الوان ادق، وكمان سامسونج بتقدم لك كاميرتين اساسية والترا وايد، فمعاك مرونة وتنوع في التصوير اكتر من انفينكس اللي بتركز على الكاميرا الاساسية فقط. فبالتالي انفينكس مناسبة للشخص اللي عايز اقصى قوة اداء وسرعة في الاستخدام ومش بيفرق معاه الشكل او الكاميرات قوي وعايز موبايل كل حاجة كاملة في العلبة.
اما سامسونج فهي بتقدم توازن ممتاز بين الاداء والشاشة والكاميرات، ودي ميزة قوية جدا حتى لو الموبايل بيجي من غير شاحن. وطبعا من النقط القوية جدا ان سامسونج بتقدم لك 6 سنين دعم تحديثات سوفت وير، ودي حاجة مش موجودة في اي موبايل تاني في الفئة الاقتصادية. لكن لازم تكون فاهم ان سامسونج مش موبايل اعتمادي بالمعنى الحرفي، يعني مش اكتر موبايل هيتحمل استخدام تقيل، بس كمجموعة مواصفات مع دعم طويل المدى هو اختيار ذكي جدا. الهوت 50 سعره 7000 جنيه، وسامسونج اي 16 نسخة ال 128 جيجا و6 رام 7200 جنيه. لو انت بقى قادر تزود شوية في الميزانية وتوصل في حدود من 8 ل 11000 جنيه، فهنا قدامك 3 موبايلات بأفكار مختلفة تماما. ومن وجهة نظري أولهم وأقواهم اللي أنا شخصيا بفضله هو سامسونج اي 34. بصراحة قريب جدا مش هتلاقي الموبايل ده متوفر بسهولة. النسخة ال 128 جيجا مساحة داخلية و8 جيجا رام سعرها حوالي دلوقتي 11200 جنيه بسبب الضغط الكبير اللي عليها، وخد بالك السعر ده هيزيد اكتر وانا بقول لك اهو علم على كلامي. طيب ايه المميز في سامسونج اي 34؟ بص، الشاشة سوبر اموليد 120 هرتز ممتازة، سطوحها عالي جدا ومناسبة جدا للاستخدام تحت الشمس. تجربة الشاشة بصراحة فخمة على سعره. المعالج هنا كمان ممتاز، دايمنستي 1080 بيدعم ال 5G، ودي نقطة مهمة جدا لأن تقريبا ده الموبايل الوحيد اللي بيدعم ال 5G وشاشة أموليد محترمة تحت ال 11000 جنيه. فوق ده كله معاك واجهة سامسونج الخفيفة والسلسة مع دعم طويل من سامسونج وتحديثات سنين، وكمان تجربة كاميرات ممتازة بتصور فيديو 4K وده نادرا جدا في الفئة دي. بس طبعا مش كل حاجة وردي، لازم تاخد بالك ان شكل الشاشة مش الافضل، يعني هتلاقي النوتش التقليدي القديم مش البانش هول العصري. وكمان العلبة ما فيهاش اي حاجة تقريبا، لا شاحن ولا جراب ولا سماعة، فهتشتري الحاجات دي كلها على حسابك. لو انت بقى بتدور على موبايل متوازن اكتر ومش فارق معاك موضوع تصوير الفيديو 4K والحاجات دي، فممكن تروح للتكنو كامون 30. موبايل محترم جدا وبصراحة شايفه تاني اقوى ترشيح بعد الاي 34. الموبايل شكله فخم جدا وظهره يا اما جلد صناعي يا اما ازاز، فتحس انه موبايل من الفئة الغالية. والشاشة جاية من نوع أموليد بحجم 6.78% بوصة، ودقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وده معناه ألوان مشبعة وسطوع ممتاز وسلاسة وانت بتتصفح أو بتلعب. وكمان بيدعم ميزة الألوز ديسبلاي، ودي حاجة نادرا لما بتلاقيها في الفئة دي. كمان الموبايل جاي بمعالج هيليو جي 99 ألتيميت بدقة تصنيع 6 نانومتر، وده بيدي أداء ثابت وسريع في الاستخدام اليومي، وبيشغل ألعاب زي بابجي على إعدادات متوسطة ما بين 45 ل 55 فريم. والأجمد إنه فيه ميزة تخطي البطارية، يعني لو بتلعب وهو على الشحن الموبايل هيسحب كهرباء مباشر من الفيشة من غير ما يضغط على البطارية، وده بيقلل السخونة ويحافظ على البطارية. بيجي كمان ب 8 أو 12 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا، وكمان بيدعم تركيب كارت ميموري وبيشتغل على اندرويد 14 بواجهة هاي او اس 14 اللي فيها مميزات كتير زي الجزيرة التفاعلية. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل وبتدعم التثبيت البصري والذكاء الاصطناعي، يعني صورك هتكون ثابتة وواضحة حتى في الإضاءة الضعيفة. أما الكاميرا الأمامية فهي 50 ميجا بكسل وبتدعم التركيز التلقائي، والكاميرتين بيصوروا فيديو بدقة التوكي وده رقم ممتاز جدا في الفئة دي. البطارية 5000 ملي أمبير وشحن سريع بقوة 70 واط، يعني بيشحن من 0 ل 100% في حوالي 45 دقيقة. كمان بيجي بسماعات ستيريو ومدخل سماعات 3 و5 ملي، وبيجي بمستشعر اي ار للتحكم في الأجهزة الكهربائية. وفي كمان ميزة تسجيل المكالمات بدون ما الطرف التاني يعرف. باختصار تكنو كامون 30 ال 4G بيقدم قيمة عالية جدا مقابل السعر. موبايل متكامل، تصميم فخم، شاشة ممتازة، وأداء ثابت، وكاميراته قوية جدا. حاجة واحدة بس اللي منعته من انه ياخد لقب احسن موبايل اقتصادي، وهي انه مش بيدعم مقاومة الغبار والمياه. لكن اي حاجة تانية، التصميم، الشاشة، الاداء، البطارية، الصوت، كله موجود في الموبايل ده. سعر نسخة ال 8 جيجا رام هي 9300 جنيه. واخيرا نخش على ريدمي نوت 14، وده بقى لو انت لا تكنو عجباك ولا سامسونج شداك يبقى تروح لشاومي. بيجي بتصميم انيق بسيط وظهر بلاستيك وفريم الومنيوم وشاشة 6.67% بوصة اموليد بدقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1800 شمعة. المعالج هنا هو هيليو جي 99 الترا، أداؤه ممتاز في الاستخدام اليومي ومعقول في الألعاب. والكاميرا الخلفية 108 ميجا بكسل وفيها مايكرو وعزل، والأمامية 10 ميجا بكسل والاتنين بيصوروا فيديو بدقة 1080. البطارية 5500 ملي أمبير وبتشحن بسرعة 33 واط. كمان في بصمة تحت الشاشة وسماعات ستيريو ومقاوم لرذاذ الماء والغبار، ومميزات تانية زي ال NFC وخاصية الاي ار للتحكم في الأجهزة الكهربائية. سعر النسخة ال 8 جيجا رام و128 جيجا مساحة داخلية 9500 جنيه. بس خد بالك لازم تكون بتحب واجهة شاومي، عشان بصراحة أنا شخصيا عندي معاها شوية مشاكل.
لانها من اكتر الواجهات اللي انا مش برتاح لها. انا عن نفسي بفضل تكنو او سامسونج او حتى اوبو، الواجهات دي بالنسبه لي اسلس واجمل من بتاعه شاومي. بس لو انت متعود على شاومي او بتحب مميزاتها فالريدمي نوت 14 يعتبر اختيار كويس جدا. بس زي ما قلت لك حط في دماغك موضوع الواجهه. ودلوقتي بعد ما شفنا اقوى 6 موبايلات تحت ال 10000 جنيه، فاكر لما قلت لك ان السوق زحمه؟ انا دلوقتي فلترته لك على الاخر، كل موبايل اتكلمنا عنه فيه مميزات معينه وكمان ليه نوع مستخدم معين. وافتكر دايما ان اغلى موبايل مش هو دايما الاحسن ليك، اللي يهمك انك تشتري موبايل مناسب لاستخدامك انت، مش اللي السوق عايز يبيعهولك. لو استفدت من الفيديو انزل دلوقتي حط لايك واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر موبايل عجبك وليه. واوعى تنسى تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك كل الترشيحات الجايه اول باول. استنوني في فيديو جديد اقوى واحسن، وسلام.